صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. يلا بينا كده يا حبايبي نخلل مع بعض الليمون المعصفر لرمضان كده. كل سنة وانتم طيبين، وممكن كمان يفضل معانا السنة. أول حاجة حطيت بسم الله الرحمن الرحيم حلة مية كده تغلي على النار عشان يستوي معايا أو يغلي معايا بسرعة. وجايبين الليمون الحلو الكبير الاصفر ده، بصوا بيبقى في التخليل جميل اهو، بلاش الاخضر. لما نيجي نعمل ليمون معصفر نجيب الاصفر الحلو ده، الليمون المعصفر اهو. هنجيب بقى كده الليمونه وهنعملها نفتحها كده 4/4 بس مش للاخر. بصوا واضح كده معايا اهو يا حبايبي. ادي واحده كمان نفتح بس مش للاخر. الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا حبايبي طريقته سهله وبسيطه، مفيهوش اي حاجه. نعمل حاجه كده في البيت بتبقى جميله. وكمان الليمون رخيص جدا الايام دي، او نفضل نفتح طبعا غسلاه وهفضل بقى افتح كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. كده اهوت يا حبايبي. فتحت كده كل الليمون او على قد البرطمان اللي انا هعمل فيه. والميه اهيت هروح بقى احطه كده على النار عشان يغلي معايا غلو. الجزر ده بقى كده يا حبايبي نبشره. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب المبشره وهنبشر الجزر. الجزر فين كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. نبشرهم بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي بقى هنا قرون فلفل احمر اختياري. الفلفل طبعا اختياري كده يعني ممكن نحطه ممكن لا. كده بقى الليمون اهوت هياخد غلوه اهيت معايا يا حبيبي على النار. ده الجزر اللي احنا بشرناه. ونجيب دلوقتي الخلطه برضه اللي احنا هنضيفها عليه. الليمون خد الغلوه اهيت خلاص. وده ليمون كده فتحته عشان يعني قسمته نصين كده عشان نعصره. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بس الليمون بسم الله. الغلوه دي كمان نزلت لنا شويه برضو كده من المراره. بصوا عايزينه نحطه كده في الميه وبعد كده صفيه عشان في الميه هيسرع لنا اللي هو يبرد بسرعه. طيب يلا بينا نجيب الخلطه بتاعتنا. بسم الله. عندي كده 4 معالق كده من الملح الخشن. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 كبار كده مليانين. هنا بقى جايبه حبه البركه وعصفر. كنت جايبه كده ب10 جنيه. شويه دول كده ب10 جنيه. كنت جايبه ب5 جنيه كده، لقيته شويه صغيره. العصفر اللي بيديله اللون الجميل. بس كده اهو. نزلت بالعصفر. شويه شطه اختياري، رشه بسيطه. عندنا كده حبه البركه وحبه البركه دولت برضو شويه اللي انتوا شايفينهم دول ب5. يعني جبت ب10 عصفر و5 حبه البركه. ونقلب حبه البركه. حسها كتير الصراحه، مش هضيفها كلها. واقلب الخلطه الحلوه دي كده في الملح. زي ما انتوا شايفين
ممكن كمان احنا نضيف كمان معلقه ملح. بس هي الخلطه حلوه اهي. بس كده هنجيب كده البرطمان غسلناه كويس، قرون الشطه دي اختياري زي ما قلت لكم. بسم الله. وهنجيب الليمون اللي احنا فاتحينه 4/4 وسيبناه لما برد تماما، ونحشي قلب الليمونه ونرص فين في البرطمان كده شويه حلوين كده. ايه كمان عايزه اصفيه. وزي ما قلت لكم انا عامله على قد البرطمان. ونرص الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي جميل، وطريقته بسيطه وسهل، وفي تحضيره ما بياخدش وقت خالص. نرص اهم حاجه كده ايه كويس. طبعا انا ايه قبل ما افتح الليمون عايرت كده على قد البرطمان. واللفت طلع طبعا كنت لسه عاملاه معاكم برضو. نملى كده ايه الليمونه من الحشو. عايزه اقول لكم اللي مكتر لنا الخلطه الجزر. وادي برضو فلفل اهو. لايك بقى يا حبايبي بالله عليكم. هكمل انا بقيه الحشو عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده اهوت يا حبايبي. بصوا البرطمان اهوت بعد ايه بعد ما حشيته. مش عارفه ليه بعد الليمون ما اتسلق معايا حسيت ان الكميه الصراحه ايه قلت شويه كده ايه من الخلطه الحلوه دي برضو اهي على الوش كده. اللي باقي ده طبعا جزر. عايزين بقى نعمل كده ايه كوبايه من عصير الليمون. بسم الله. هجيب كده كوبايه وده الليمون طبعا. هياخد له غلبه شويه لحد كده ما نعصر الليمون. القشر اللي احنا بنطلعه ده طبعا ما نرميهوش. هفضل بقى ايه اعصر ليه كده شويه ليمون كده. بصوا يا حبايبي اهوت الليمون بعد ما عصرته الكميه اللي انتوا شايفينها دي حوالي الايه نص كوبايه. طبعا ممكن نحط كوبايه لو كميه ايه بسم الله الرحمن الرحيم لو كميه الليمون كتيره، لكن احنا عاملين كيلو بس واحد كده ايه من الليمون. وعندي كده كوبايه ميه زي بصوا ما انتوا شايفين كده. نغطي بس ايه بس كده. وهنجيب قشر الليمون اللي احنا عصرناه ده. بصوا من على الوش كده. ومن الجناب ده طبعا لما يستوي هنشيله. ده خلاص نرميه. مش عارفه انا كنت ماليه كنت معايره البرطمان ليمون. مش عارفه حسيته كده لما اتسلق قلب ايه.
نجيب دلوقتي كمان ايه، نحط من على الوش شويه كده من الزيت. ننضف بس كده الطحينه بس كده. حوالي ربع كوبايه زيت كده ولا حاجه من على الوش. فاضل حاجه اخيره، هنجيب كده كيس ثلاجه ونضغط كده كويس على الليمون او على الغطا كده. بصوا الجمال. هنشوف بقى الليمون ده كده بعد ما يستوي معانا. طبعا هو لسه مش هيستوي دلوقتي خالص. لايك وشير بقى يا حبايبي لو الفيديو عجبكم او الطريقه عجبتكم.